السنة طبعا زي ما انتم عارفين، فحيكون استعدادنا بأكبر جدية وممكن يعني ياخذ طوال هذا الأسبوع بإذن الله. والخصم يعني جدا قوي اللي هو نادي الأهلي، فبإذن الله حنحاول نستعد قد ما نقدر للمباراة المهمة هذه ونتوفق فيها بإذن الله. أول شيء يعني العكاشي وكهرباء اثنينهم أخواننا ونتمنى لهم التوفيق مع منتخباتهم يعني، كل ما يفوزوا كل ما احنا نكون يعني مبسوطين لهم. والحمد لله كهرباء قدر يتوفق في المباراة اللي فاتت، عكاشي حيرجع لنا فهذا شيء كويس والحمد لله. وانت بتقول لي يعني انه نتغير الفريق، واحنا فريقنا فوق 25 لاعب، فاي نقص باذن الله في لاعب يقدر يكمل مكانه وبنكون بنفس القوة باذن الله. وهذا اللي يعني يحتاجه الفريق، انه يكون عندك بديل جاهز، وباذن الله عندنا هذا الشيء. والله شوف من ناحيه اهميه سواء على دوري وديه لو اي شيء، مباراه ضد الاهلي تكون جدا جدا مهمه، وزي ما قلت اول من اهم مباريات السنه. فما بالك انه دحين احنا في المركز الثالث هم الثاني، فقاعدين نلحقهم بالنقاط باذن الله، وهذه حتكون مباراه جدا مهمه وحاسمه لدرجه ما، بإذن الله جدا مهمة لنا. احنا كنا نشوفك في بداية الدوري ما كنت تشارك أساسي لظروف معينة، الإصابة أو وجهة نظر، الآن صرت تشارك أساسي، إيش اللي اختلف في وجهة نظر المدرب خلاك تلعب أساسي؟ والله سواء ألعب أو ما ألعب يعني هذه وجهة نظر مدرب واختيار مدرب، سواء يلاعبني وما يلاعبني. لكن انت بتقول الفتره الاخيره اساسي، هذا لانه يعني بيني وبينك انا قاعد جاهز وجاهز لفرصتي الحمد لله، والحمد لله جات الفرصه وتوفقت فيها، فالحمد لله باذن الله تستمر الامور زي كذا. في المرحله الاخيره ويعني كل ما لا يقرب حسم الدوري، الان تقريبا اتضحت الصوره ما بين هلال اهلي اتحاد، ان تلعب على المنافس اللي معك وفرق نقطتين، الضغط يكون على مين اكثر؟ والله صراحة الضغط على الاثنين، لأنه فرقتين كبيرة واثنينهم قاعدين ينافسوا ويحاولوا يلحقوا المتصدر اللي هو الهلال، فأتوقع المباراة بنفس الأهمية للفرقتين. والله ما يفرق أي شيء، زي ما قلت أول أي مباراة ضد الأهلي تكون بنفس الأهمية ومن أهم مباريات السنة، فأهمية الدور الأول أهمية الدور الثاني نفسها، بس الفرق اللهم أنه قرب الدوري ينتهي، فالنقاط هي الأهم اللي يتحصل عليها حاليا، يعني حتدي دفعة لنهاية السنة بإذن الله.